في كلمة السيد رئيس الوزراء في أمام يعني اجتماع أو مؤتمر منحة ناصر الدولية، بيقول إن مصر لديها 10 مليون ضيف. وده بيكون تعداد أكتر من كذا دولة. طب حضرته عارف الكلام دوت يعني، واحنا يعني علينا بإيه يعني؟ مش فاهمة. طب أنا بس سؤال لحضرته، طب احنا مستفيدين إيه؟ أنا كمواطنة مصرية مستفيدة إيه؟ يعني عايزة أعرف برضو. وبعدين احنا بنتكلم، بتقولوا حددوا نسل المصريين. طب ما هو نسل المصريين يعني بدأ جبنا بداله الضيوف. ما الضيوف دول بيخلفوا على فكرة، وحضرتك لما تعرفش يعني 10 مليون دول من كام سنة؟ يعني أكيد لو حتى هنقول نصهم عشان في رجالة وستات، هنقول خلفوا 5 مليون قدهم. يعني دول، ودول ناس بيخلفوا على طول، يعني دول ما بيخلفوا مرتين في السنة مثلا، او يعني بتخلف بعد 9 شهور تجيب غيره. بعدين يعني احنا بقى بطلنا خلفة المصريين يعني، وده ما بنقولش ان احنا يعني ضد تحديد النسل ولا حاجة، بس احنا نبطل خلفة المصريين عشان نجيب بدلهم يعني اللاجئين يعني، او الضيوف، السادة الضيوف. ولا احنا هنعمل زي عبد المنعم المدبولي، يخلف انت واحد ليك وواحد ليا؟ مش كل دول الناس دي بتصرف وعايزين مدارس وعايزين واحنا كنا بنقول في فترة من الفترات لا قادرين نعلم ولا قادرين نأكل ولا قادرين نشرب ولا قادرين نعمل. وحتى المواطن المصري غلبان، ما بقاش لا قادر يتجوز ولا معاه فلوس يتجوز ولا بقى معاه يعيش اساسا، وبقت الناس عايزة تاكلها تمشي من البلد. يعني ليه مش فاهمة؟ هو احنا بنحارب الهوية المصرية؟ بنحارب المصريين نفسهم في بلدهم؟ ما انا عايزه بس افهم ايه يعني اللي انا استفدته كمواطنه من عدد اللاجئين دول، عايزه افهم، او الضيوف دول اللي انا اساسا صاحبه البلد ما استضفتهمش، وما اعرفش هم مستضافانا على حسابنا ليه. مش عارفه. ولا في حد تاني دافع للاستضافه دي؟ عشان بس نبقى عارفين ونسكت خالص يعني. واضح ان في يعني عند مع الشعب، او استمرار في استجلاب الناس، بدليل الناس جاي من السويد، من الجنسيات برضو، من كل حته ومن هنا ومن هنا. يعني يا ريت حد يرد علينا ونعرف، بس عشان نعرف حجم الفايدة والاستفادة، والناس اللي طلعت تستفيد. ويقول لك انت تحديد الناس لصالحك انت. ماشي، صالح انا لما يبقى مواردي، لما العدد يقل بتاعنا، مواردي هتتوزع على عدد اقل. لكن مش عشان ان احنا مواردي تتوزع على عدد اكبر من اللي كان موجود لما استجلبنا احنا الضيوف والبتاع ده. حد يرد علينا بس لو سمحت.